السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل او يا صباح الفل على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. صباح الفل. النهارده بقى في بيت العيلة، الروتين بتاع النهارده في بيت العيلة عند ماما. بيقولوا البيت اللي فيه لمة فيه جنة، والنهارده انا في جنة حياتي عند ماما. امبارح كانت ليلة من ليالي زمان، فرشنا المراتب على الارض والضحك كانت مالية المكان، وحكاوينا بصراحة ما خلصتش لحد الصبح في أوضة أختي. قمت الصبح بقى والبيت لسه فيه ريحة السهرة الحلوة. قمت قلت بقى لازم بقى أرد الجميل لست الكل بقى، يعني بصراحة روقت علينا امبارح بقى من كل حاجة. فقلت لازم بقى أرد الجميل ونروق أوضة أختي اللي احنا كنا قلبينها لها مخيم ومعسكر، ونمسح السلم ونخلي ريحة النظافة تملى البيت زي زمان بالظبط. تعالوا نعيش سوا تفاصيل يوم مليان بحب وشطارة وبركة. هنا بقى كنت خلاص لميت لها، طلعت لها الفرش حطيته في الشمس، وبدأت ألم لها السجادة. جيت بشد السجادة، فمرضتش تتشد لأن هي حاطة عليها التسريحة بتاعتها. فانا قلت بقى هلمها لحد التسريحه كده، لان مفيش حد يشيل معايا اصلا، فقلت هلمها لحد التسريحه واكنس بقى المكان الفاضي. هنا البلكونه بقى كانت مليانه تراب من يوم العيد، لان كان الجو صعب قوي وامبارح كان في مطره. فقلت هنمسك البلكونه ننضفها تنظيفه كويسه، والبطاطين بقى اللي انا كنت فرشات الشمس حطيتها على الحبل نفسه بقى، مش على سور البلكونه، عشان ايه ما يجيش عليها تراب. مسكت كنست البلكونه كويس جدا ودخلت بقى على الاوضه هي كمان عشان اكنسها. بدأت اكنسها كويس هي كمان. الحاجات اللي كانت دي بقى كان فيها اللب والسوداني ولزوم السهرة يعني. دخلت بقى على البلكونة، بدأت أمسحها. دلقت فيها مية الأول كلها كده على الحيطان وعلى الوزر بتاع السيراميك. وبدأت بقى أنشف البلكونة بالشرشوبة. مسحتها كويس جدا. طبعا الشمس كانت طالعة، ما نشفت معايا على طول. وبعدين غيرت بقى المية ودخلت بقى على ايه امسح الأوضة. اشوف الأوضة هي كمان مسحتها بعد ما غيرت المية، هي كمان مية البلكونة اللي كنت بمسح بيها. انا بقى كنت خلاص بمسح الأوضة، والبلاط هنا كان نشف خالص. بقى بدأت افرش لها بقى السجادة، وادخل لها البطاطين اللي انا كنت فرشاها بره، واقفل لها الاوضه بقى عشان ايه ما يخش لهاش عفاره. الاوضه اللي انت شفتها الاخيره دي اللي احنا كنا واخدين منها المراتب، رجعت المراتب زي ما هي وكنستها ومسحتها، بس انا ما جبتهاش معاكم. جيت هنا بقى للسلم. السلم هنا مفتوح من فوق وفي شباك كمان على السلم، فاي شويه تراب او عفره او الجو يقوم بيجي على السلم، فالسلم بيتقلب. يعني ماما اصلا ربنا يديها الصحه كنساه ومسحاه يوم الوقفه. بس طبعا يوم العيد اليومين وتاني يوم العيد كان في مطره وهوا وكده، فالسلم اتبهدل خالص بقى، كان مليان تراب جدا لدرجه ان انا صدري انكتم من كتر التراب وانا بكنس. مسكت كنسته كويس قوي، والوزر اللي انتوا شايفينه ده بيبقى عليه تراب كتير. مسكته وجبته من فوق بقى، من الشقه اللي احنا كنا قاعدين فيها فوق لحد تحت مدخل البيت يعني. كنسته كويس قوي. ربنا يديم بيوتنا مفتوحه بالحب والخير يا رب. هنا بقى جبت السلم من فوق لتحت لما صدري انكتم. لحد جيت هنا للمدخل بقى، وهبدأ بقى اجيب ميه. جبت ميه بقى ومسكتها دلقتها الاول كلها على السلم باريال كده، عشان خاطر الايه التراب اللي ما كانش المقشه بتجيبه، الميه تجيبه زي ما انتم شايفين كده. الاركان الصغننه اللي هي ايه من المقشه مش هطولها دي، قعدت له الاول ميه تنزل الحاجات دي، وبعدين جبت بقى ميه نظيفه امسح بيها بقى. بدأت امسح. هنا كنت اتزحلقت بقى، وقعت وقعة جامدة بصراحة يعني. الوقعة أثرت عليا الصراحة. هنا بقى قلت لا، ما بديهاش بقى الشبشب ناعم وهيوقعني، فروحت قلع الشبشب وكملت مسيح بقى من غير شبشب، عشان اعرف ايه اتمكن وانا واقفة ما اتزحلقش تاني، لان الوقعة بصراحة كانت صعبة يعني. هنا بقى خلصت. هنا جبت السلم من فوق لتحت ودلقت المية. هنا بقى قدام البيت بتاعنا منظر يفتح النفس، والله جميل جدا. باجي هنا نفسيتي بترتاح. شايفين السلم؟ ما تنسوش تقولوا لي بقى في التعليقات اكتر ذكرى بتحبوها في لمة العيلة. لو عجبكم روتين بيت العيلة النهارده ما تبخلوش عليا باللايك الجميل منكم، وقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو. مع السلامة يا احلى متابعين في الدنيا، بحبكم قد الدنيا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.